يا مساء الفل على الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتني جدا اخر فيديو نزلته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل اول فطار واول يوم رمضان. اتمنى تدعموا الفيديو بلايك وتشرفوني في القناة لو لسه مش مشتركين او اول مرة تشوفوني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجة ماشي، بس هعملها لو ان انا اتكسر هحط هضرب. فيها زيت، شوية زيت محترمين كده، وبصلاية كبيرة. تقطيع بقى اي تقطيع ممكن تعملوها في الكبة. انا بحب ان انا المحشي اعملها على الجنب. هبدأ ان انا بس البصلة تاخد لون وهبدأ انزل بالكرنب. دي كرنبة مقورة الورق بتاعتها هتشيل مسلوقة. بعد ما نسلق الكرنب هنسلق ورق العنب على طول. دي اللحمة اللي انا هعملها للسمبوسة. طلعتهم هما الاتنين من الفريزر عشان يفكوا براحتهم لما اجي اعمل يكون الحاجة فكة وعلى طول، يعني ما استعجلش او اتأخر، فنسيبهم من ده. هنا البصل اول ما اخد لون وبقيت بس كده فيه يكون بسيط خالص، هنزل عليه بالثوم. انا بحب 5 ثواني عشان تمسك التوابل، يعني اقلبها واسيبها تاخد وقت برضه. حطيتها في الخلاط ونزلت عليها بكيس المايونيز، لان بحب الصلصه بتاعت المحشي تكون حمرا قوي. فلما كان عندي الطماطم بقالها شويه في التلاجة، قلت بدل ما احط في الزيت هحط الطماطم بحمر نفسي واحط عليها صلصه. ممكن تضيفوا عليها فلفل احمر، اي توابل. دي الطماطم المتفرزه هنزل بالكيس والتسبيكه. بعد ما خلصت التوابل اللي نزلت عليها فلفل اسود ومعلقه صغيره من التوابل. انا العطار المتعامله معاه عامل لي تشكيله توابل كده بتتحط على اي صلصه. ده ورق العنب بعد ما اتسلق، والكرنب كمان بعد ما اتسلق. وهنا كنت هبتدي ظبط الخلطة بتاعة المحشي، علشان اول حاجة هعملها خالص هحشي ورق العنب، علشان البطاية اللي هعملها هحشيها من جوه ورق عنب. كده الخلطة خلصت زي ما انتوا شايفين كده. وهنا التصوير كان ظالمة خالص لان مش جايب، يعني الصلصة كانت حمرة جدا والخلطة كانت حمرة قوي يعني. بعد ما خلصت بقى حشي ورق العنب كله نزلت بالبطة حشيتها ورق عنب وقفلتها بخل اللي هي الخلة بتاعة الشيش كباب، العصفورة بتاعة الشيش كباب اللي هي الخلة الكبيرة دي. وعملت لها مرقة بصل بنفس التوابل اللي حطيتها في التسبيكة، وهسيبها النار تحتها وسط، هغطي عليها لحد لما تتشوح تشويحة حلوة وتطلع ريحة حلوة كده بالتشويحة. وهنزل عليها بمية سخنة من الكتل، وهسيبها بقى تستوي براحتها خالص عقبال ما اكمل حشي الكرنب. بعد ما حشيت الكرنب وخلص هبتدي ان انا اعمل الحشوة بتاعت السمبوسة. وهنا كنت هعمل نص اللحمة المفرومة على قد الحشوة بس، وبعدين قلت لا هحطها كلها وابقى اقسمها نصين والنص التاني يميني على قد برضه الحشوة المرة الجاية ان شاء الله. يعني اطلعه من الفريزر على قد التسخين واحشيه على طول. حطيت بصلاية كبيرة، يعني بصلاية كبيرة شوية قطعتها ونزلت الواد. بس مكانش عندي فلفل اصفر، حطيت الاحمر والاخضر نزلت بيهم كويس وهغطيها. وهبدأ ان انا احطها على النار تاخد شوربة واحدة علشان تستوي من جوه. هنا ورق العنب هبدأ ان انا اولع عليه، احط العقد بتاعه، حطيت عصرت عليه شوية ليمون حلوين كده، وحطيت على الوش ليمون شرايح. احط العقد الشوربة بتاعه واولع عليه واسيبه يستوي براحته. هنا البطة كانت خلاص قربت تستوي، مخدتش وقت معايا لانها اصلا صغيرة مش كبيرة. وهنا الحشوة بتاعت السمبوسة بعد ما خلصت عايزة اقول لكم
كانت حلوة جدا. ممكن تضيفي ليها اي خضار انت حباه. هنا الكرنب بعد ما خلص هنزل عليه بمعلقتين صلصة انا كنت شايلاهم من صلصة من التسبيكة يعني بتاعة الخلطة، وعندهم على جنب عشان احطهم على وش الكرنب وهو بيستوي، بتديله لون حلو وطعم حلو برضه. هبدأ انزل بالشوربة بقى واهز الحلة كويس علشان العقد بتاع المحشي يكون مظبوط. وهنا كنت خلصت حشو السمبوسة وقليتها وظبطت. وهنا كان الفيديو بتاع الحشو السمبوسة اتحذف من التليفون، مش عارفة التليفون تقريبا بعلق فبيحذف لوحده. فبعد ما خلصت الاكل شايفين ما شاء الله محشي ورق العنب، الصوابع صغيرة جدا مفيش ولا حباية رز. ورق الكرنب برضو السمبوسة كانت جميلة جدا الحشوة بتاعتها، وورق العنب كان مستوي في البطة. اتمنى الفيديو يعجبكم.